عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهاردة كده شوية سندوتشات حلوين قوي. بس السندوتشات دي هنعملها بالجلاش، هتبقى حلوة قوي يا جماعة. لو محتارين كده في عشاء بالليل او بالليل كده في الجوع بتاع نص الليل ده، سهلة وسريعة وحلوة قوي يا جماعة. بصراحة انا بحب اي وصفة بالجلاش، بتبقى جميلة جدا. بس قبل ما نبدأ وصفتنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشترك في القناة لو مش مشتركين، ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واللايك طبعا لازم اللايك، وما تحرمونيش من الكومنت الحلو بتاعكم. اول حاجة كده معايا طاسة على النار، حطيت فيها معلقتين زيت. هنعمل الحشوة اللي نعمل بيها السندوتشات بتاعتنا. وبعدين حطيت كان معايا فراخ كده، صدور فراخ متقطعة صغير زي ما انت شايفين. حطيته كده، اديت له صدمة في الاول، وبعدين لما خلاص شرب ميته، يعني ما بقاش فيه اي مية خالص وقرب على السوا، كنت مقطعة عندي بصل كده طرنشات خفيفة. حطيت شوية من البصل وسبت الباقي، هقول لكم برضو هعمل بيه ايه. وبعدين حطيت الملح بتاعي والفلفل الاسود وشوية كاري وشوية بابريكا وشوية كزبرة، وحطيت توم باودر وشوية زعتر. وبقلب كل الكلام ده كده مع بعض. وكان عندي فلفل هنا اخضر واحمر، وممكن فلفل الوان. وبقلب كده، وحطيت معلقة صويا صوص، معلقة واحدة، انا بحبها جدا في خلطة الفراخ بصراحة، تدي تيست حلو قوي للفراخ. وكان معايا طماطم متقطعة برضو ترنشات خفيفة، بحطها في الاخر خالص. وبقلبها كده تقلبتين وبس، بطفي عليها. بس بتكون طبعا ناشفة معايا خالص، ما فيهاش اي سوائل، عشان ما اضطريش الجلاش بتاعي. ومعايا برضو هنا طاسة على النار، هنعمل برضو شوية صدق كده مع بعض، عشان نعمل السندوتشات بتاعتنا بالفراخ وبالصدق. والحشوة دي طبعا انتي مش يعني ملزمة بحاجة معينة، طبعا اللي بتحبوه ممكن تعملي بسطرمة، ممكن لانشون، ممكن تشكيلة جبن، زي ما انتي عايزة. اي حاجة بالجلاش بتبقى طعمها حلو جدا. والصدوق بتاعي انا كنت حاطاه في الفريزر شوية قبل ما اقطعه، عشان اعرف اقطعه بصراحة، عشان ما يتهريش مني والجلد بتاعه اللي فيه ده يطلع. يعني انا قطعته وهو متجمد عشان يفضل متماسك معايا. وبعد ما تشوح تشويحتين كده في الزيت، حطيت له البصل بتاعي والفلفل، وبعدين حطيت الملح والفلفل الاسود. هو مش بحط له توابل كتير زي الفراخ، لان الصدوق اصلا بيبقى متبل جاهز. حطيت شوية بابريكا وشوية كزبرة ناشفة، بس كده، وبقلبهم مع بعض. ولما بينشفوا برضو بحط الطماطم في الاخر. وممكن تستغني عن الطماطم خالص في الصدوق والفراخ، هتبقى حلوة قوي برضو، بس انا حبيت ان انا ازود الخضار بتاعي. لحد ما تنشف كده معايا وخلاص. وكان معايا هنا لفة جلاش، انا بنجيبه سايب كده من الراجل من السوق، دي كانت نص كيلو. بس بصراحة يا جماعة، انا اول ما فتحت لفة الجلاش يعني كان هين عليا اعيط بصراحة. يعني مش انا اللي انا كنت مش انا اللي كنت جايباها، انا كنت تعبانة وما كنتش بخرج من البيت. قعدنا اسبوعين انا وولادي، كنا واخدين دور البرد ده، ما كنتش بخرج من البيت خالص. فبصراحة يعني بعت حد كده جابها لي يعني، بس معرفش ازاي ما شافش يعني. انا كان الجلاش بيقعد عندي بالشهر في الفريزر، ما كنتش بلاقيه كده. وده انا عملته تاني يوم ما جه على طول، يعني لقيته متكسر جدا من النص، عبارة عن مهري، يعني ما بقتش عارفة اعمل ايه.
طبعا انا ما شفتهوش قبل ما اعمل الحشو ولا اي حاجة، كنت ممكن اعمل بيه اي وصفة تانية من اللي هو بيتقطع ده، بس انا كان يعني كنت في نيتي ان انا اعمله سندوتشات. بس اهو دويته الحمد لله، يعني بقيت احط كده ورقتين على بعض وورقة كده خفيفة في النص عشان تمسك الحتة اللي هي المهرية دي عشان احط الحشوة بتاعتي عليها. اهو زي ما انتم شايفين انا بحط اتنين، شايفين مهري ازاي يا جماعة؟ والله يعني بصراحة اللي ما يجيبش الحاجة بنفسه، آم، يعني مش اي حد اللي يعرف يجيب لك الحاجة زيك بالظبط. بقيت كل شوية اقول حسبي الله ونعم الوكيل في الراجل اللي باع الجلاش ده يعني. اهو حطيت ورقة سليمة، أنا يعني حاولت ان انا اعالجه على قد ما اقدر. ومعايا هنا جبنة موتزاريلا بحط كده مع الحشوة بتاعتي، ممكن من فوق ومن تحت وممكن من فوق بس زي ما انت عايزة. الجبنة الموزاريلا بتدي للحشوة دي طعم حلو قوي، ممكن ما تحطيش برضو خالص جبنة، تستغني عنها عادي. واهو بطبق السندوتشات بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، وبدهن كده الحرف بالسمنة عشان يلزق. وانا بورق طبعا بين كل ورقة وورقة بالسمنة، انا حاطة يعني كمية سمنة على زيت مش سمنة بس. وهو زي ما انتم شايفين، وبرضو بحط من الصدق بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وعملت كام واحدة كده من غير جبنة خالص لان انا جوزي مش بيحب الجبنة الموتزاريلا. وبطبقها كده. ومعايا صاج هنا، كانت السمنة على الزيت بتوعي كانوا بيمضوا كده شوية من السقعة، دهنت الصاج برضو بنفس الخليط. وهحاول كده ان انا احط السندوتشات بتاعتي كلها. وطبعا فاضل معايا كمية من الحشو اهو زي ما انت شايفين، وكان الجلاش بتاعي خلص، كانت النص كيلو كله يعني. الحمد لله ما رميتش منه ولا فتفوتة يعني الحمد لله. حاولت ان انا اعالجه على قد ما اقدر والحمد لله طلع حلو يعني. دايما ربنا بيسترها معايا يعني الحمد لله، لان دايما بدعي اقول يا رب استرنا في الدنيا وفي الاخرة. خلي الدعاء ده دايما على لسانكم يا جماعة، وان شاء الله ربنا هيسترها معاكم في اي حاجة. لو عندك عزومة، لو عندك اي حاجة وفي حاجة كده يعني اثرت معاكي، ربنا هيسترها معاكي ان شاء الله. والحشو اللي فاضل عندي ده، انا كان عندي عيش كده في الفريزر شامي، حشيت بيه برضو وحطيته في الفرن، كان حلو جدا مع جبنة برضو، مش هيخسر، مفيش حاجة بتترمي دلوقتي. وكان معايا هنا معلقتين صلصة، الصلصة دي طبعا انا عاملاها برضو وحطها في الفريزر. دهنت كده الوش بتاع السندوتشات بتاعتي، وحطيت جبنة موتزاريلا من على الوش، هتسيح وهتدي منظر حلو وطعم حلو جدا. هي الوصفة دي كده جت فكرة في دماغي وكانت حلوة قوي. هي بصراحة يعني مش وصفتي، انا شايفاها برضو حد عاملها على النت، بس طلعت تحفة بصراحة يا جماعة. وكنا اكلين جنبها شيبسي كده، ولادي جابوا شيبسي وكانت حلوة قوي. وكنت مولعة الفرن طبعا يسخن، ما خدتش في الفرن ربع ساعة. ولعت من فوق وتحت مع بعض، وحطيتها على اول رف على الشبكة من تحت خالص. وكنت مولعة الشواية وخدت اللون القمر ده زي ما انتم شايفين كده. كنت طبعا حاطة الزيتون الشرايح ده، ممكن زيتون اسود كمان هيدي منظر احلى. وكانت ريحتها تحفة يا جماعة في الوقت ده، جميلة جدا. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة والكومنت بتاعكم الحلو اللي بيسعدني. ودي كانت كل كمية الجلاش بتاعي، نص كيلو عمل كمية حلوة برضو. واهو بقطعها معاكم بس للأسف قطعت معاكم واحدة طرية شوية، بس كان باقي السندوتشات كانت متماسكة وحلوة قوي يا جماعة والله.
بس طبعا ولادي كانوا مستعجلين على الاكل دايما كالعادة يعني، ما كنتش عارفة اخد فرصتي في التصوير قوي. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بحبكم في الله. مع السلامة.